الفاتحة إلى حضرة النبي محمد وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام، وإلى روح الوالد الكريم، وأن يوفقنا في هذه الليلة إلى ما يحبه ويرضاه. الفاتحة. بسم الله أبدأ وعليه أتوكل وبه أستعين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله القديم الأول الأزلي الذي لا يتحول، الذي لا تغيره الدهور والأعصار ولا يثنيه حدثين الليل والنهار. هو أول هو آخر هو ظاهر ليس العيون تراه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه. والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، شمس الدنيا وضحاها، وقمر النهار إذا جلاها. يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت فينا بالقرآن هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. سعيد من صلى على رسول الله، وشقي من حرم الصلاة على رسول الله. الجمع الحضور الكرام حياكم الله بالسلام، وتحية الإسلام السلام. فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم، وتقبل الله عزاءكم جميعا. جئنا في هذا اليوم المبارك لكي نكرم والدا كريما مباركا عاش الحياة بحلوها ومرها ومنغصاتها،
فأسعد الله بلقائه جل وعلا فقيد عموم أسر وعائلات الشمباري وأبو تسوقي والحناوي والعزاوي الحاج فتحي عبد الرحمن الشمباري. الله أسأل أن يكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، وأن يشفع فيه القرآن، وأن يشفع فيه خير الأنام سيدنا محمد. يقودنا في هذه الليلة القرآنية المباركة العطرة من أعلام دولة التلاوة بمصر والوطن العربي العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ عبد الهادي عرفات أبو النجا، علم التلاوة بمصر والوطن العربي والمقيم باثنين بحر البقر مركز ومدينة الحسينية، والعلم القرآني الكبير نجم مركز ومدينة صان الحجر فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم محمد عبد الله الأحمر، ضيوفا على أعلام المنطقة وأبناء هذا البلد الطيب أهله القارئ الشيخ أحمد محمد مصطفى الديك والقارئ الشيخ محمد رضا محمد مصطفى الديك. أسأل ربي لهما التوفيق والقبول. يقودنا من أعلام دولة التلاوة وفريق العمل القائم على هذه الليلة وإعدادها لعميد الصوتيات بمصر والوطن العربي حج سعد الصاني وأولاده بجزيرة سعود، هذا القصر المشيد على أحدث مستوى، أسطول الفراشة والإدارة بالشرقية مهندس النقراش البياضي بجزيرة سعود، عمدة مصوري الحفلات الدينية مهندس خالد الصاني بجزيرة سعود، الخدمة الفندقية المتميزة متر السيد أبو شحتة بجزيرة سعود. تعالوا بنا أيها الأحبة وفي مبتدأ مشرف لهذه الليلة لكي نعطي القرآن لأهله مع أيقونة عرش التلاوة بمصر والوطن العربي القارئ المؤدب الخلوق فضيلة العلم القرآني الكبير القارئ الشيخ عبد الهادي عرفات أبو النجا. أدعوه الآن لاعتلاء منصة التلاوة سائلا ربي أن يوفقه، يتفضل فضيلته مشكورا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء
لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العظيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. تلاوة قرآنية مباركة عطرة أبدع فيها كعادته على عرش التلاوة العلم القرآني المتقن أحكاما وتلاوة وتجهيدا، فضيلة العلم القرآني الكبير القارئ الشيخ عبد الهادي عرفات أبو النجا، علم التلاوة بمصر والوطن العربي، والمقيم بشهداء 2 بحر البقر، يهدي ثواب التلاوة إلى روح الوالد والمربي الفاضل فقيد عموم أسر وعائلات الشباري وأبو تسوقي والحناوي والعزاوي الحاج فتحي عبد الرحمن الشباري. أسأل ربي أن ينور قبره بنور القرآن باسم أنجاله الكرام وأشقائه الأعزاء أستاذ حسين فتحي الشباري، أستاذ حسن فتحي عبد الرحمن الشباري، معلم أحمد فتحي عبد الرحمن الشباري، معلم حمادة فتحي عبد الرحمن الشباري، الحاج طلبة عبد الرحمن الشباري، أسرة المرحوم الحاج محمد عبد الرحمن الشباري جميعهم، والأسر المرتبطة بصلتهم سهرا ونسبا. أتقدم باسمهم بفائق الشكر والتقدير والاحترام لحضراتكم ولعموم مشارك العزاء. الجمع الحضور الكرام قبل ازدحام المكان، تعالوا بنا من القرآن إلى القرآن وعلى مائدة القرآن